واحنا كأهلاوية ايه المعطيات اللي موجودة في ايدينا دلوقتي احنا عندنا مدير رياضي جديد اسمه محمد رمضان. عندنا ثقب اسود بالع على الاقل 9 لعيبة في سكواد النادي الاهلي. عندنا فترة توقف دولي لمدة 10 ايام. عندنا يعني فترة انتقالات يناير هتفتح كمان شهر ونص. عندنا ما بعد فترة التوقف الدولي معجنة بطولات للنادي الأهلي: الدوري، المراحل النهائية من الانتر كونتيننتال، دوري أبطال أفريقيا، وفي الصيف بطولة كأس العالم للأندية. دي المعطيات اللي موجودة في إيدينا كنادي أهلي عشان نشوف أو نستشرف المستقبل، عشان ما نقعش في الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها قبل كده على مستوى الصفقات. يعني اللي انا متوقعه يحصل في النادي الاهلي بقى الفتره دي ايه بعد ما بقى عندنا مدير رياضي جديد، وعندنا سكاوتنج، وعندنا مدير فني اسمه مارسيل كولر. ايه اللي انا متوقعه كاهلاوي؟ متوقع ان الكابتن هاني رمزي مدير السكاوتنج يكون شايف شغله بشكل كبير، ومحضر ملفات للعيبه كتير في كل المراكز، لعيبه تصلح انها تلعب في النادي الاهلي، سواء على المستوى المستوى الفني او مستوى اللياقه البدنيه او مستوى العمر او مستوى حاله العقد، ان هم يكونوا لعيبه تصلح انها تتعاقد مع النادي الاهلي في يناير القادم. اتوقع من الكابتن هاني رمزي يكون محضر هذه الملفات بالداتا بالاناليسيز بكل حاجه. واتوقع ان في الفتره ديت بتاعه التوقف الدولي ال10 ايام دول يكون مارسيل كولر ومحمد رمضان هما الاتنين عاملين زي التوأم الملتصق. عارفين انتوا التوأم الملتصق اللي كان في فيلم طير انت؟ يعني انا عايز بقى محمد رمضان وكولر الفتره دي يكونوا عاملين كده، لازقين في بعض. اجتماعات يوميه بيحضروا فيها الليسته النهائيه للتعاقدات بناء على الملفات والداتا اللي اداها لهم هاني رمزي. ده اللي انا متوقعه بصراحه. ده اللي انا متوقعه في نادي كبير اسمه النادي الاهلي، في سكاوتنج، في مدير رياضي، في مدير فني اسمه مارسيل كولر. آه يعني عامل قبضه حديديه على السكواد بتاعه. مارسيل كولر عامل قبضه حديديه على السكواد. مارسيل كولر لو الاهلي جاب له لعيب غالي جدا يعني ب 10 مليون دولار ومش مقتنع بيه، قلت الكلام ده في اخر فيديو، مش هيلعبه. فعشان كده مارسيل كولر لازم يكون انفولفد في كل خطوه بيتخذها محمد رمضان او لجنه التخطيط او وات ايفر مين المسؤول عن التعاقدات في الاهلي. لازم يكون موجود، يعني يوميا اجتماعات معاه من محمد رمضان. ده اللي انا متوقعه. ومتوقع ان كولر ومحمد رمضان هما الاتنين يكونوا حاطين في اعتبارهم ان في ثقب اسود موجود في سكواد النادي الاهلي بالع على الاقل 9 لعيبه جواه. مين هما ال9 لعيبه؟ عندك خط الدفاع مضروب. خط الدفاع مضروب، دايما في اصابات. يعني حاليا في اشرف داري مصاب، ياسر ابراهيم مصاب، رامي ربيعه اتصاب اخر ماتش، وعلي معلول. علي معلول مصاب بقاله فتره كبيره بوتر اكيليس. فانت عندك خط خلفي مضروب بالاصابات لدرجه ان انت في اخر ماتش اضطريت ان انت تلعب كوكا وخالد عبد الفتاح 2 سنتر باكس. فلازم النقطه دي تتحط في الاعتبار. انت عندك برضو في الثقب الاسود لاعب اسمه عمر الساعي، انت جايبه في نص الملعب، AMF او CM. عمر الساعي يعتبر صفقة خيرية. يعني احنا كنا بندي النادي الاسماعيلي مساعدة، وجبنا لعيب اسمه عمر الساعي عشان المساعدة ديت يبقى ليها شكل. انا مش عارف هل في الدنيا حاجة كده، يعني ان انت مثلا ممكن تلاقي مانشستر يونايتد يروح يجيب لعيب مثلا من ساوثهامبتون اللي بيصارع الهبوط، نادي كبير مثلا بيصارع الهبوط، يجيب لعيب منه، اللعيب ده بيساوي قرش، مانشستر يجيبه ب10 قروش عشان يساعد ساوثهامبتون، وفي الاخر يجيب اللعيب دوت يعني من غير قناعه للمدير الفني ويقعده عنده على الدكه. مش عارف، يعني صفقه غريبه. صفقه عمر الساعي صفقه غريبه. فده مع الاربعه اللي موجودين في الخط الخلفي، هم كده مع بعض موجودين في الثقب الاسود مع زمايلهم
المحروقين فنيا، نقدر نقول ان هم محروقين فنيا او خلاص ضربوا فنيا منك. كهربا، قفشه، رضا سليم، بيرسي تاو، الاربعه دول ضربوا منك فنيا. فالاربعه دول مع عمر الساعي، مع الاربعه المصابين في خط الدفاع، دول لازم تحطهم في اعتبارك وانت بتعمل احتياجاتك الفنيه. فالاربعه اللي انا اتكلمت عليهم اللي هم ضربوا فنيا دول، كهربا، قفشه، رضا سليم، بيرسي تاو، هل حد من الجمهور يقدر يلوم مارسيل كولر عليهم على المستوى اللي هم فيه، على انه ما ادهمش فرصه؟ ما اعتقدش يعني. كولر ادى اللعيبه دي كلها فرص واداهم مساحات لعب، يعني مفيش حد فيهم آه، قعد يعني مثلا فتره طويله ما بنشوفوش، يعني قعد مثلا شهور ما بنشوفوش. محدش فيهم زي ايمن اشرف مثلا اللي ما خدش ولا دقيقه. لا، كلهم خدوا مساحات لعب من وقت للتاني، وكل ما بيلعبوا كل ما يقولوا لنا ان هم قد ايه يعني اوت اوف كونسنتريشن، خلاص هم خرجوا من دايره التركيز جوه الفريق. ان هم مش ما عندهمش ال الاراده ان هم يرجعوا تاني فورمه، عشان هم بياخدوا مساحات لعب. فخلاص الاربعه دول ضربوا منك فنيا. واي مدرب في الدنيا يعني بيبقى ليه ضحايا، اي مدرب مهما كانت عبقريته بيبقى ليه ضحايا. فانت دلوقتي عندك 9 لعيبه موجودين في السكواد، انت لازم تعتبر ان ال9 لعيبه دول مش موجودين في السكواد عشان تبدا تبني احتياجاتك الفنيه. فايه هي بقى الاحتياجات الفنيه اللي بناء على كل بقى المعطيات اللي فاتت دي كلها نبدا نتكلم فيها، او ان يكون هاني رمزي مجهزها وكولر ومحمد رمضان بيعملوا اجتماعات يوميه، ده المفروض يحصل يعني عشان يجيبوا الاحتياجات دي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، 2 سنتر باكس. النادي الاهلي محتاج 2 سنتر باكس عشان الاصابات في الخط الخلفي سخيفه وكتيره، وبتقعد فتره طويله، وبتضطر ان انت تلاعب لعيبه مش في مراكزها في خط حساس جدا. فانت محتاج 2 سنتر باكس. محتاج باك شمال، بغض النظر علي معلول مكمل ولا مش مكمل، انت محتاج باك شمال. وباك شمال يكون جاهز، مش باك شمال من عينه كريم الدبيس واللعيبه اللي تحت السن. لا، انت محتاج باك شمال مصري، وده دور بقى السكاوتنج. باك شمال مصري ويكون فت وجاهز وفي سن كويس وعنده المهارات الاساسيه اللازمه ان هو يلعب في هذا المركز. فانت كده محتاج 2 سنتر باكس، واحد باك شمال. محتاج في نص الملعب لعيب نص ملعب سي ام، ولعيب اي ام اف، اللي هو لعيب اللي هو الدينامو. سي ام دينامو، بيحرك الفرقه، مهم جدا في التحولات من الدفاع للهجوم، مهم جدا في الباصات، مهم جدا في السروهات، وعنده مهاره. النادي الاهلي ما عندوش اللعيب دوت، والنادي الاهلي محتاج جدا اللعيب دوت، لعيب السي ام، الدينامو اللي بيحرك الفرقه كلها وبيربط ما بين الخطوط. والاهلي محتاج لعيب اي ام اف، اتاكينج ميدفيلدر، يكون احتياطي لامام عاشور، بيقوم بنفس ادواره اللي هو اختراق دفاعات الخصوم، او ان هو لعيب النص الملعب اللي بيبقى متشعلق قدام دايما. فالاهلي محتاج 2 لعيبه في نص الملعب بهذه المواصفات، بجانب ان الخط الهجومي انت عندك 2 اجنحه ضربت منك، رضا سليم وبيرسي تاو. فيا حبذا لو انت استبدلتهم ب2 اجنحه اجانب في يناير، ده انت تبقى فيرود يعني. انت لو عملت الحركه دي تبقى فيرود، يعني خلاص رضا سليم مفيش منه رجا. بيرسي تاو كلام كتير طالع ان هو مش هيكمل، او الاهلي مش هيجدد له عقده. فانت لو خلصت من بيرسي تاو في يناير، ورضا سليم في الفتره ديت ما ادكش اي اماره ان هو هيبقى قوي مثلا في السكواد وكده، انت ممكن مثلا تطلع رضا سليم اعاره، وبيرسي تاو مش عارف بقى تعمل معاه ايه، هو فاضل له 6 شهور في عقده يعني. بس انت لو خلصت من الاثنين دول وجبت مكانهم 2 اجانب وينجات جامدين، والله يعني انا خلاص كده انا اعتبر النادي الاهلي في ايدي امينه يعني الفتره القادمه. فده على مستوى الاجنحه، انت محتاج 2 اجنحه. 2 اجنحه شرسين جدا، عندهم كل المهارات اللي بيتمتع بيها اي جناح رائع، او اي جناح خطير على مستوى العالم. اللي هو بيبقى مهاري، سريع، شويط، بيعرف يرفع، بيعرف يلعب على الطرف، بيعرف يلعب يضم لجوه انسايدر. انت محتاج 2 اجنحه من هذه النوعيه. ومحتاج مهاجم.
يعني انت محتاج مهاجم يكون بديل لوسام ابو علي، وكهربا بقى يعني ربنا يتولاه. يعني كهربا يبقى مهاجم تالت، كهربا يتوظف في حتة الجناح، كهربا يطلع اعارة، كهربا يتباع. لكن هو كهربا خلاص، انا شايف ان كهربا وقفشه الاتنين دول بالذات ضاربين يعني مع كولر. فانت دلوقتي محتاج 8 صفقات ارجنت في يناير. 2 سنتر باكس، باك شمال، بغض النظر معلول مكمل ولا مش مكمل. 2 في نص الملعب، بعد كده 5، 2 اجنحه، بعد كده 7، ومهاجم، يبقى كده 8. انت محتاج 8 صفقات في يناير، مش بعد يناير، عشان الصفقات دي محتاجة وقت عشان تندمج معاك وتندمج مع الفرقة قبل كأس العالم للأندية. يعني انت ما تروحش تأجل صفقات للصيف. في الصيف انت هتجيب اللعيب هوبا، يعني تروح كأس العالم للأندية بقى خلاص، اللعيب ده هيندمج امتى؟ فانت محتاج 8 صفقات في يناير. لازم تكون انت مجهز ورقك ومجهز فايلاتك ومجهز كل حاجة تخص الصفقات دي من دلوقتي، وبتجتمع بكولر يا كابتن محمد رمضان يوميا، عشان بعد التوقف الدولي ما يخلص انت تبدأ تعمل تحركات وتخلص في الصفقات دي. يعني يجي 1 يناير نبدأ بقى الصفقات، نعد بقى الأهلي تعاقد مع كذا وتعاقد مع كذا وتعاقد مع كذا، عشان ما نغلطش الغلطة بتاعت كل موسم، ويطلع بقى الكابتن عادل القيعي يبرر لك ويقول لك ان الأندية ما بتسيبش اللعيبة بتاعتها في يناير، والكلام بقى الهاتش ده. مع ان الأهلي تقريبا في يناير 2019 كان متعاقد مع 6 7 لعيبة لو فاكرين، كان ياسر ابراهيم ورمضان صبحي وحسين الشحات. مجموعة الصفقات اللي جت في يناير 2019 دي كان تقريبا 6 7 لعيبة. فالنادي الاهلي محتاج ان هو يكون مجهز ورقه بدري، هاني رمزي يكون عامل شغله، كولر ومحمد رمضان عاملين شغلهم، عشان الوقت ازف، والفترة بتاعت التوقف دي ال10 ايام دي فرصة ذهبية لتكثيف الاجتماعات وتجهيز الورق، عشان نبدأ التحرك بعد الفترة دي ما تخلص. وانا حابب في النهايه اعرف رايكم، ايه الاحتياجات الفنيه اللي محتاجها النادي الاهلي، وهل انتم موافقيني في اللي انا قلته ولا لا؟ وفي النهايه لو عجبك الفيديو اعمل له لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.